السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مدام دعاء، احنا عايزين نعرف انتي بتنظمي وقتك ازاي وتشتغلي ازاي اكتر من شغلانة مع بعض كده، وبتقدري تعملي ايه؟ يعني احنا مثلا قاعدين في البيت ومش عارفين حتى نشتغل اونلاين، مش عارفين حتى يعني ن- نوزع الشغل على الوقت او الوقت على الشغل، مش عارفين نعمل ايه بالظبط. طيب، هي الحكاية بسيطة جدا جدا جدا، وهي على فكرة بالتعود بتقدروا ان انتوا تكملوا، بتقدروا ان انتوا تبقوا حفظتوا خلاص انتوا بتعملوا ايه كل يوم، فبتبقوا مش مستاهلين ان انتوا حتى تنظموا وقتكم ولا حاجة. بس في الاول بصراحة بتكونوا لازم تنظموا وقتكم جدا 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 زي ما انا ما قلت لكم، عشان بعد كده هتاخدوا على النظام ده وهتمشوا عليه من غير ما تجيبوا حتى الكشكول ولا الكراسة ولا اي حاجة اللي انتوا بترجعوا لها، مش هترجعوا لها تاني خالص. اول حاجة زي ما انا ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا، لو انت بتشتغلي خلاص، يعني انت الصبح كده بدري قبل ما تنزلي مثلا، معرفش هيبقى عندك الوقت الكافي ولا لا. انا ما بيبقاش عندي قبل ما انزل، بيبقى عندي بعد ما انزل. مثلا بكون مخصصة نص ساعة او ربع ساعة اشتغل فيها، كل ممكن تكون فعلا ربع ساعة او نص ساعة بجد، مش بقول كلام وخلاص. ممكن يكونوا 10 دقايق بالظبط كمان يعني. هما دول اللي انا اقدر اخصصهم لاي حاجة اقدر اعملها خارج العمل بتاعي قبل ما اشتغل في الشغل بتاعي بقى، لان انا موظفة. اعمل الحاجات دولت اكون محضراهم، ان انا عارفة في دماغي هعمل 1 2 3، او 1 2 او واحد بس او 10، المهم ان انا اكون محضرة دول. فانا ما بيبقاش عندي وقت قبل ما انزل اروح الشغل، فانا الوقت اللي بيبقى عندي بعد ما انزل اروح الشغل في نص ساعة كده بخصصها ان انا اعمل فيها اي حاجة انا عايزة اعملها، حاجة خارج الشغل بتاعي اللي هو الوظيفة اللي انا بعملها، سواء لو فيديوهات هسجلها، سواء لو هتابع حاجة على اليوتيوب، سواء لو هرد على كومنتس، لو هعمل اي حاجة. فبالنسبة لكم انتوا هتكون طبعا ايه النص ساعة دي، اللي هي مثلا ان انتوا هتعلنوا فيها، هتبصوا على الجروبات، هتشوفوا ايه اللي المفروض هتعلنوا عنه النهاردة، وتكوني منظمة زي ما قلتلك انت كل مرة هتعلني عن ايه، وتكوني عارفة ومحددة الحاجات اللي انت بتشتغلي بيها في الصيف ايه، والحاجات اللي انت بتشتغلي بيها في الشتاء ايه، لانه في حاجات بنشتغل بيها في الصيف وفي حاجات بنشتغل بيها في الشتاء. زي ما بقول لكم كده، هو ده الحقيقي، وهو ده اللي المفروض تمشوا بيه، انه في حاجات بتشتغل في الصيف وحاجات بتشتغل في الشتاء، حاجات بتمشي جدا صيفي وحاجات بتمشي جدا شتاء. هنبقى نقول هما ايه بعدين. بس طبعا هي الحاجات دي زي ما انا ما بقول لكم كده، انا بيبقى بالنسبه لي كده ان في حاجات صيفي وحاجات شتاء. خلاص انا عملت كل اللي انا هعمله في النص ساعه دول اللي انا عملتهم، اشوف شغل الطبيعه عادي جدا، اللي انا باخد عليه اجر طول النهار. بعد كده بعد ما بخلص بروح على المحل، بمشي من هنا مثلا على الساعة 4 وربع 4 ونص، ساعات بتأخر ل5، اروح على المحل اتابع شغلي وبقوة. الوقت ده بيكون بقى وقت الشغل، بقى شغل لاستر بقى فعلا، اللي هو يعني اللي انا بديله بقى حقه فعلا. اشوف ورايا اوردرات، ورايا شغل، ورايا مناديب، ورايا موزعات، ورايا ايه ورايا ايه. يكاد يكون طول النهار اعرف ارد على رسائل واتساب، ما بردش على موبايلات، ما بعرفش ارد موبايلات. اخر النهار بكون برضو على فكرة تعبانة جدا، برد على اللي اقدر ارد عليه، ما بردش على اللي اقدر ارد عليه، بس واتساب شغالة ارد على الجميع، ما فيش مشكلة. ده بالنسبة لدعاء رمضان اللي هي بنت لاستر بتشتغل ازاي، مش لحد تاني يعني. تمام، خلصنا الشغل بتاعنا مثلا على الساعة 8 10، على حسب بقى زي ما انا ما خلصت، وقت ما اخلص ده بالنسبة لي انا اروح اشوف ورايا ايه في البيت، لو عملت اكل، عملت حاجة، عملت مش عارفة ايه، واتابع تاني. بس اذا كنت مثلا بعمل حاجة بخلص اللي ورايا، وبعدين قبل ما انام طبعا لو انا عاملة اعلانات، لو انا بشتغل حاجة من الصبح على الاونلاين، لو انا منزلة فيديو فيه تعليقات، لو في كده لو في كده لازم اتابع بقى الشغل اللي انا عملته. طبعا انا شغلي مختلف شوية عنكم عشان انا معايا ادمن، بس بالنسبة لكم انتوا طبعا هي نفس القصة. لو انتوا عاملين اعلانات من الصبح بتتابعوها اخر النهار، وهي دي الترتيبة يعني اللازمة، بالذات انت لو انت قاعدة
في البيت بيكون الشغل بالنسبة لك اسهل بكتير بكتير بكتير. يعني احنا بنكون، احنا بره البيت بنكون متوترين جدا ومش عارفين نعمل ايه ولا ايه، ومش ملحقين على ده ولا ده ولا ده، وعايزين نروح البيت نعمل الاكل بتاعنا. ويعني انا لو انا احكي التفاصيل بالظبط اللي بتحصل من ساعة ما بصحى الصبح مثلا 6:30 او 7 لحد ما بروح الساعة 10 بالليل، استحالة حد يصدق ان في حد بيعمل كده. بس هي الدنيا محتاجة كده، ومحتاجة ان انتوا تشتغلوا على نفسكم وانتوا صغيرين الاول، علشان تقدروا لما تكبروا ان شاء الله يكون عندكم حاجة تستندوا عليها، او لو حد مثلا عنده ديون يسددها، او لو حد عايز يجيب حاجة في نفسه يقدر يشتريها، او الحاجات دي كلها مهمة جدا. مهم ان انت في الاول تنظمي وقتك، بعد كده ان شاء الله باذن الله هتبصي تلاقي التنظيم والترتيب ده هيجي لوحده واحدة واحدة. هتلاقيكي حفظتي الروتين بتاعك بتاع كل يوم بتعمليه ازاي. بسجل لكم الفيديوهات دي في اقل من 10 دقايق، يعني الفيديو بيكون 8 دقايق بسجله، ربنا يعلم بسجله ازاي. بسجله للاستمرار عشان انتوا بتشجعوني، عشان انتوا بتقعدوا تكلموني وتقعدوا تقولوا لي انت بصراحة احنا بنستفاد منك، ولولا دعمكم ده وتشجيعكم ليا انا كنت وقفت فيديوهات من زمان. ربنا يعلم ال10 دقايق دول انا بقتطفهم ازاي من اليوم عشان اقدر اعمل فيهم الفيديو وانزله واعمله مجدول. يعني انا ممكن اكون بنزل الفيديو ساعات بينزل وقتي، وساعات اكون مجدولاه مثلا قبلها بيومين 3 بس فقط، غير كده لا. ساعات حتى بتأخر في تنزيل الفيديوهات لان انا بكون مش مسجلة فيديوهات، بيبقى غصب عني، بيبقى عندي ضغط شغل فظيع. فانتوا بتكونوا في البيت بيكون عندكم وقت اكبر مني، فما تضيعوش الفرصة في انكم تنظموا وقتكم، وانكم تستغلوا ان انتوا قاعدين في البيت، وتستغلوا ان انتوا تقدروا تبنوا نفسكم بنفسكم واحدة واحدة. مع بعض كده ان شاء الله هنقدر نعرف حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ازاي نعمل اعلانات، ازاي نشتغل، ازاي لما نرمي الاعلان يجيب ريتش، ازاي حاجات كتيرة كتيرة جدا ان شاء الله هنتعلمها مع بعض. واحدة واحدة. انا مبخلش على اي حد باي معلومة انا بتعلمها. انا لحد دلوقتي بتعلم في حاجات كتيرة جدا، باخد كورسات كتيرة جدا عشان اقدر اعرف حاجات في التسويق، وحاجات في الاونلاين، وحاجات في الفيسبوك، وحاجات في السياسات، وحاجات في كل حاجة. فما ببخلش على اي حد بمعلومة اعرفها، حتى لو عن برنامج اعرفه، عن اي فكرة اعرفها، اي حاجة اعرفها، ما ببخلش على حد فيها. فانتوا كمان ما تبخلوش عليا باللايك والشير، عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.